صباح الخير، كيف أصبحتم؟ إن شاء الله طيبين. من مدينة سنكات، السلام عليكم. إن شاء الله كويسين انتوا كلكم وما عندكم أي عوجة. صحيت اليوم الصباح بدري وقلت أعمل لي جولة صباحية في سوق مدينة سنكات، وهو قريب يعني بالأرجل من المكان اللي أنا نزلت فيه. قلت أشوف حال الناس وحال السوق وشكل السوق عامل كيف، والحياة اللي بيبيعوها الغالي شنو والرخيص شنو كده يعني. ما شاء الله في أي شيء متوفر، لكن في أشياء غالية وفي أشياء رخيصة. الحياة اللي بتجي برا الخرطوم طبعا، اللي بتجي من برا سنكات من المدينة نسبة للترحيل وعدم توفرها هنا فبتكون شو غالية. طبعا هنا في مشكلة بتاعت موية وكهرباء في مدينة سنكات، يعني دي أكبر مشكلة ممكن تواجه مدينة سنكات. إذا توفرت الموية والكهرباء المدينة قد تكون هي مدينة جميلة شديد. فما شاء الله يعني، فعدم توفر الموية والكهرباء هو بيخلي في مشكلة يعني في الحياة في سنكات. العيش هنا طبعا نوعين، في عيش صغير بيبيعوا الثلاثة عيشات ب1000 ب100 جنيه. وطبعا هنا الخضار، أسعار الخضار بتتراوح. نجي للعيش الثلاثة عيشات، في ناس بيبيعوا العيشتين ب100، في ناس بيبيعوا الثلاثة عيشات ب100، في ناس بيبيعوا الأربع عيشات ب100 حسب حجم العيشة. يعني في عيشة صغيرة وفي عيشة حجم كبير، ده اللي بيخلي السعر فارق. قلت أخش سوق الخضار جوا وأخش سوق اللحمة وأشوف الأسعار بتاعت اللحمة. وكيلو اللحمة يا إخواننا هنا عامل 5000. سألت الجزار ليه عامل 5000، قال لي لأنه هنا ما في بهايم نسبة لعدم توفر الموية، فالبهايم بتجي من بعيد من مناطق خارج سنكات، فبالتالي بتكون غالي شديد. حتى الخضارات برضو بتتراوح أسعارها حسب الخضار وكده. طلعت من سوق الخضار وقلت ألف لسه في السوق ونشوف الحاصل شنو، والناس بتبيع على ايش. أي زول يعني فارش بضاعته في الواطة، وفي ناس اللي بيكونوا فارشينها في الترابيز. وزي ما شايفين كارو المويه، هنا المويه بيبيعوها بالكارو. شايفين اللبن والسمن والبلد بخير ما شاء الله تبارك الله. هنا اللبن بتاع الإبل أو السمن بتاع الإبل غير متوفر. سألت من العجوة، والعجوة قالوا بيبيعوها بالرطل. الرطل ب200 جنيه. قلت له كيلو بكم؟ قال لي لا بنبيعها بالرطل. رطل العجوة ب100 جنيه. والناس هنا عشان الشتا بياكلوا الطحنية والعجوة. طبعا العيش الملوى ب1500. أنا ما أعرف سعيرة في الخرطوم بيكون كم، لكن هنا بيبيعوها ب1500. يعني سعيرها مناسب ما غالي شديد. فلسه الجولة لافة في شوارع سوق مدينة سنكات، وصراحة الناس هنا بسيطين شديد وطيبين، وأي زول بيسلم عليك تسالمه يرحب بيك ويقول لك اتفضل معاي حبابك وانت جاي من وين وتعرف بيك. وهنا طبعا بيقول لك اتفضل قهوة، لأنه يعني القهوة طبعا واحدة من المعالم أو المشروبات الرئيسية جدا هنا في مدينة سنكات وفي ولاية البحر الأحمر بشكل عام. هنا طبعا بيبيعوا اللبن بتاع الماعز، ده السمن الرطل او القارورة دي ب4000. بيبيعوا القارورة ب4000 لو سمن بتاع ماعز. هنا الرطل طبعا حجمه شوية اكبر. قال لي الرطل ده ما زي الرطل عندكم في الخرطوم، ده مقاس كبير. فقام كبلينا رطلين بتاع اللبن، وما شاء الله يعني اللبن يعني ذاته مختلف، يعني تحس انه اللبن دسم كده ما موية يعني، او ما زايدين موية. ومشينا من بتاع اللبن، مشينا جينا جنب مسجد سنكات العتيق، وهو مسجد كبير جدا تم تشييده على يد المرحوم الشيخ عبد العزيز أحمد يحيى. ومسجد قديم يعني معالم تراثية جدا. وجنب المسجد ده كان في ناس بيفطروا، حلفوا علينا إلا نفطر، فوقفنا التصوير وقعدنا نفطر معهم رغم إني أنا كنت فاطر. دي كانت جولتنا في سوق مدينة سنكات، لغاية ما نلتقي بكم في مكان تاني. مع السلامة. أنا كنت معاكم محمد باش.